الحمد لله يا جماعة، خلصنا من دوري أبطال أفريقيا. احنا طبعا أبطال أفريقيا السنة الثالثة على التوالي، طبعا إنجاز ما بعده إنجاز النادي الأهلي. نخش في اللي بعديه بقى على طول، بقى الدوري، نخش في مجموعة الدوري يا جماعة. إن شاء الله الأهلي هيبدأ مطوشته يوم 14/6 مع فاركو، طبعا قبل العيد. طبعا كل سنة وانتم طيبين، وعلى الأمة الإسلامية طبعا يبقى عيد سعيد على الأمة الإسلامية كلها. فالاهلي هيبدا الماتش يوم 14/6 مع فاركو، هيلعب كل 3 ايام ماتش. طبعا هيبقى في ضغط كبير جدا على النادي الاهلي الفتره الجايه. الاهلي متاجل له 7 ماتشات. عايز افكركم ان نادي بيراميدز عنده 53 نقطه من 22 مباراه، الاهلي عنده 33 نقطه من 15 مباراه. يعني الفرق بين الاهلي وبيراميدز 20 نقطة طبعا، وسبع مطوشة ب 21 نقطة. يعني الأهلي لو إن شاء الله كسب السبع مطوشة هيوصل لنقطة 54. فرق بينه وبين بيراميدز نقطة واحدة. يعني الأهلي ما عندوش أي رفاهية اللي هو يتعادل أو يخسر الفترة الجاية. يعني يعتبر مطوشة الدوري السنة الجاية للنادي الأهلي مطوشة كؤوس. صعب جدا ان انت تتعادل او تخسر. فطبعا انت لو خسرت او تعادلت طبعا بتدي البطوله لنادي بيراميدز. طبعا انت البطوله دي طبعا المحببه للنادي الاهلي، طبعا الدوري المصري. بيراميدز خلي بالك يا جماعه ماشي بخطه ثابته، كاسب 9 ماتشات ورا بعض. كسب انديه قويه الفتره اللي فاتت زي سيراميكا والمصري، فلعب مع ناس تقيله وكسبها. الاهلي متاجل له ماتشين طبعا مع بيراميدز، طبعا دور اول دور تاني هيتحدد بنسبه كبيره مين بطل الدوري من الماتشين ده برضه. فالاهلي لازم يركز كويس جدا في المطوشه الجايه. دي بالنسبه للنقطه الاولانيه في الدوري. طبعا هنخش في مجموعه الدوري. النقطة التانية يا جماعة، الأهلي طبعا داخل في بطولتين تقال جدا. طبعا في بطولة في شهر 12 الانتر كونتيننتال، وفي دوري أبطال كأس العالم للأندية 2025. فالأهلي لازم يجهز نفسه للبطولتين دول بلعيبة تقيلة ليفل 1. طبعا أجانب لازم. خلي بالك، عايز أقول لك حاجة، في غربلة في أجانب في النادي الأهلي. في ثلاث أو أربع لعيبة طالعين من النادي الأهلي السنة الجاية. في ثلاث لعيبه او اربع لعيبه اجانب في النادي الاهلي بره النادي الاهلي السنه الجايه. طبعا موديس طبعا خلاص كده كده بره النادي الاهلي، عارفين. عندك في لعيب تقيل برضو كان طبعا من اللعيبه الاساسيه في النادي الاهلي، مؤثر جدا كان الفتره اللي فاتت، بس اللعيب ده مستواه نزل وعامل مشاكل كتير الفتره اللي فاتت. فبنسبه كبيره خارج النادي الاهلي. المفروض طبعا الاهلي يجدد اللعيب ده السنه الجايه، طبعا عقده يخلص السنه الجايه، فالاهلي المفروض يجدد له السنه الجايه. فبنسبه كبيره الاهلي مش هيجدد للعيب ده اللي هو بيرسي تاو. بيرسي تاو يا جماعه بنسبه كبيره خارج النادي الاهلي الفتره الجايه. فكده موديتس، عندك بيرسي تاو خارج النادي الاهلي الفتره الجايه. ديانج لو جاله عرض كبير الاهلي ممكن يطلعه برضه ديانج. فانت كده بتتكلم في ثلاث لعيبه. علي معلول بنسبه كبيره الاهلي مش هيأيده طبعا السنه الجايه، طبعا عشان الاصابه لسه هتقعد معاه في حدود 8 9 شهور. فالاهلي مش هيأيده. فالاهلي عايز يفضي اماكن كتير اجانب عشان يجيب اجانب تقيله لسه صغيره في السن تقدر تلعب طبعا البطولتين الجايين. طبعا بطولتين فيها فلوس كتير، فالاهلي عايز يوصل للبطولة الابعد يعني نقطه اللي يوصل يكسب منها فلوس يعني. فالاهلي لازم طبعا يجيب لعيبه تقيله ليفل 1 عشان تساعده في البطولتين الجايين. فبقول لك بيرسيتاو، موديتس نسبه كبيره، ديانج ممكن بره النادي الاهلي السنه الجايه. مفيش غير رضا سليم لسه في كلام برضو. رضا سليم عندك علي معاه برضو خارج قايمه، ده اربع لعيبه. فنسبه كبيره خارج النادي الاهلي. في لعيبه بقى الاهلي خلاص قرب يخلص معاه. طبعا هكلمكم طبعا اما الاهلي يخلص خالص في الفيديو الجاي هقول لكم مين الاثنين لعيبه. طبعا انا اقول لكم في ثلاث مراكز الاهلي بيدور عليهم. عندهم طبعا الاهلي عنده ثغره في الباك الشمال، عنده ثغره في المساك، في المهاجم. فالاهلي هيجيب ثلاث لعيبه اجانب في المراكز دي. الاهلي مركز في المراكز دي عشان يجيب فيها لعيبه اجانب في المهاجم والباك الشمال والمساك. بالنسبه للمساك والباك الشمال الاهلي يعني زي ما بقول لك وجد ضلته في الاثنين دول. وفي اثنين لعيبه انا عارفهم الاهلي خلاص بيفنش معاهم، اللي خلاص طبعا في النادي الاهلي الفتره الجايه طبعا هتكلم عليهم
طبعا في الفيديو الجاي. فالاهلي لازم يركز طبعا على الصفقات الجديده الفتره الجايه عشان البطولات اللي داخل فيها، طبعا بطوله الانتركونتيننتال وبطوله كاس العالم انديه 2025 تبقى بطوله قويه جدا للنادي الاهلي وفيها فلوس كتير جدا للنادي الاهلي. فما تنسوش يا جماعه الاشتراك في قناه الكوره مع الزنفولي على اليوتيوب. ما تنسوش يا جماعه برضو الكومنت بتاعكم جميل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.